لو انت مشغل اعلانات جوجل دلوقتي وفي شويه ارقام اساسيه عن البيزنس بتاعك انت ما تعرفهاش، فعايز اقول لك ان انت غالبا بتحرق فلوس على الفاضي في الاعلانات. مش معنى ان في مبيعات بتحصل ان انت كده شغال صح، في ناس كتير بتبيع بس في الحقيقه ان هم بيخسروا على كل عمليه شراء بتتم عندهم على المتجر بتاعهم. عشان كده في شويه ارقام مهمه لازم تكون عارفها بالتفصيل قبل ما تصرف جنيه زياده على الاعلانات. اول رقم مهم معانا هو الافريج اوردر فاليو او متوسط قيمه الطلب. ده معناه ان العميل اللي بيشتري منك بيدفع لك كام في المتوسط. وخد بالك ان العميل ده ممكن يكون بيشتري منك منتج واحد او اكتر من منتج او خدمه او باقه خدمات او عده اشتراكات. يعني مش شرط ان هو يكون بيشتري قطعه واحده، ممكن يكون اكتر من قطعه او خدمه او اكتر من خدمه مع بعض تكون باندل مع بعضها. طريقه الحساب هتكون سهله جدا، هنختار فتره زمنيه، هنقول شهر مثلا، وبعد كده نحسب اجمالي المبيعات ونقسم على عدد الطلبات. فهنفترض ان احنا عندنا مبيعات ب 150 الف جنيه، وال 150 الف جنيه دول مطلعين بيهم 1000 طلب، يبقى احنا عندنا متوسط الطلب ب 150 جنيه. الارقام هنا يا جماعه انا بقول على ارقام بس سهله كده عشان تبقى الحسبه بتاعتها سريعه، مش ارقام حقيقيه. انا عارف ان 150 جنيه كده في ظل سعر الاعلانات واسعار الشحن ده مش متوسط سعر طلب خالص، او ده مش منتج انت تشتغل عليه. فباكد تاني ان دي بس ارقام كده ايه، مثال عشان نسهل على بعض الارقام كده واحنا بنشرح الامثله مع بعض يعني. فنخلينا فاكرين الرقم اللي هو ال 150 جنيه ده اللي هو متوسط قيمه الطلب، علشان هنبني عليه بعد كده بقيه الارقام اللي هنتكلم فيها. خلينا ندخل على الرقم اللي بعد كده، وده رقم في منتهى الاهميه، او اللي هو الكاستمر لايف تايم فاليو. ده معناه ايه؟ ده معناه ان العميل ده القيمه بتاعته كام طول ما هو بيتعامل معاك. يعني العميل ده لو بيشتري منك مره واحده فخلاص هتحسب القيمه بتاعته على المره واحده. لكن لو انت بتبيع منتج او بتبيع خدمه، العميل هيشتري منك اكتر من مره، فلازم تكون عارف الرقم ده كام. يعني لو هو بيشتري منك حاجه باشتراكات، يعني على سبيل المثال لو هو يعني الكلام ده بيتطبق بره، في ناس ممكن بتطلب منتجات خاصه بالبشره او بالتخسيس او حاجات زي كده، فبيكون مشترك ان هو لمده سنه هيوصل له المنتج او الدواء ده او ايا كان اسمه يعني كل شهر. فده العميل ده القيمه بتاعته ما بتتحسبش على اول مره اشترى منك، لا، ممكن العميل ده يقعد معاك 6 شهور و12 شهر واكتر من كده. فده كده بتكون الكاستمر لايف تايم فاليو، ده التعريف بتاعها. يعني العميل ده طول ما بيتعامل معاك وبيشتري منك، ده كده تقدر تحسب الرقم ده وبنسميه الكاستمر لايف تايم فاليو. فهنرجع للمثال بتاعنا، احنا قلنا ان متوسط الطلب 150 جنيه والعميل بيشتري منك 4 مرات. يعني المنتج اللي انت بتبيعه او الخدمه اللي انت بتبيعها ديت، العميل في المتوسط بيحتاج انه ياخد منك 4 مرات. فكده يبقى الكاستمر لايف تايم فاليو بتاعتك بتكون 600 جنيه. فده معناه ان العميل ده انت هتاخد منه اجمالا 600 جنيه. فانت في الاول ممكن تتحمل تكلفه ان انت تخسر في اول مره هو العميل ده بيشتري منك، او انت بتقدر تحصل على العميل ده بتعمل له اكوزيشن، يعني العميل ده بيكون عميل عندك. ممكن انت تخسر في اول عمليه شراء او اول تعامل بينكم ده، لان انت عارف ان انت على المدى البعيد هو يشتري منك مره واثنين وثلاثه واربعه، فتقدر تكسب من العروض اللي بعد كده او من المرات اللي هو بيشتري منك بعد كده. لكن طبعا في ناس بيشوف كده بيحسبها ايه، يحسب التكلفه الاجماليه بتاعته ويحسب الاعلان بتاعه، وبعد كده يشوف العميل ده اشترى منه مره، اول مره والله انا كسبان 20 جنيه، لا انا خسران 15 جنيه، لا انا خسران 30 جنيه، لك لا خلاص انا كده المنتج ده مش نافع، او الاعلانات دي مش نافعه، او الدنيا مش ظابطه معايا، انا بخسر من اول مره، فبيقفل على كده وبيحس ان الاعلانات مش جايبه همها. لكن التفكير ده تفكير مش سليم. ندخل بقى على اهم جزء بعد كده، وهو التكلفه بتاعه المنتج او التكلفه بتاعه الخدمه بتاعتك، وهنقسمها لاجزاء. اول جزء اللي هو كوست اوف جودز، يعني تكلفه المنتج. لو انت بتبيع منتج فيزيكال، مش بتبيع خدمه، انت بتبيع تليفون، بتبيع كتاب، بتبيع يعني منتج ملموس، فتبدا تحسب التكلفه بتاعته. لو انت بتصنع، تكلفه التصنيع. لو انت بتستورد، تشوف التكلفه بتاعه الاستيراد بتاعتك كام. لو انت بتجيب من مورد محلي، تحسب التكلفه بتاعه المنتج نفسه. بعد كده هتحسب بقيه التكلفه زي رواتب الموظفين، الايجارات، التغليف بتاع المنتج، لو انت عندك فواتير كهرباء، انترنت، حاجات زي كده، دي برضو بتحسبها ضمن التكلفة بتاعتك. فخلينا نقول لتكلفة المنتج 60 جنيه. تاني يا جماعة دي أمثلة بأرقام بسيطة عشان بس نسهل على بعض الأمثلة. فهنقول ان تكلفة المنتج 60 جنيه. ندخل على الجزء اللي بعد كده في تكلفة المنتج، وهو رسوم بوابات الدفع والمحافظة الإلكترونية. اللي لو انت مثلا عندك دفع اونلاين او بتستقبل فلوس من الناس عن طريق المحافظة الإلكترونية او انستا باي او غيره. وبرضه لو انت الناس بتدفع لك كاش اون ديليفري، برضه شركات الشحن اللي بتوصل لك المنتجات بتاعتك ديت للعملاء بياخدوا حاجه كده اللي هي اسمها رسوم تحصيل. فخلينا نقول برضه تسهيلا للارقام ان الموضوع ده بيكلف 5 جنيه على كل طلب. وبعد كده لو في ضرائب، يعني مثلا هنا في مصر في ضريبه القيمه المضافه، فال 14% في منتج 150 جنيه يبقى حوالي 120 جنيه. يبقى الحسبة بتاعت الضرايب وبتاعت رسوم اللي هي الدفع اونلاين وبوابات الدفع والمحافظة الإلكترونية، أو رسوم اللي هي الكاش اون ديليفري، خلينا نقول إن هي 26 جنيه. هنكمل في بقية التكاليف.
ندخل بعد كده على رسوم الشحن. هنفترض برضو ان الشحن لكل طلب 20 جنيه. برضو باكد ان دي امثله، انا عارف ان في شحن ب 20 جنيه دلوقتي. وبعدين هنفترض ان في نسبه مرتجعات حوالي 10%، فال 10% دول يعملوا حوالي 15 جنيه. فيبقى الاجمالي بتاع رسوم الشحن والمرتجعات 35 جنيه. فلو جينا نحسب بقى كده التكلفه الاجماليه للمنتج او الخدمه اللي انت بتقدمها، هيبقى اجمالي التكلفه زي ما قلنا كده بتكلفه المنتج بالايجارات بالشحن بالمرتجعات بالضرايب بكل حاجه هتعمل 121 جنيه. فانت كده المتبقي لك قبل قيمة الإعلان هي 29 جنيه. ولازم ناخد بالنا من الرقم ده قوي. الرقم أو المبلغ المتبقي قبل الإعلانات اللي هو ال 29 جنيه ده إحنا بنسميه نقطة التعادل أو البريك إيفن CBA. نقطة التعادل دي معناها كده باختصار إن دي أقصى تكلفة أنت تقدر تدفعها في الإعلان عشان يبقى الموضوع مكفي بعضه، اللي هو متعادل، لا أنت كسبان ولا أنت خسران. فتاني، نقطة التعادل أو البريك إيفن CBA دي أقصى تكلفة أنت بتقدر تدفعها في الإعلان عشان تقدر تجيب طلب واحد من غير ما تخسر ولا تكسب. يعني خلينا نشرحها كده ببساطة. لو انت كل طلب بتدفع عليه، يعني عشان تجيب عميل يشتري المنتج بتاعك بتدفع عليه 29 جنيه في المثال اللي احنا اتكلمنا عليه، يبقى كده تعادل، انت ولا كسبان ولا خسران. لو اقل من 29 جنيه، يعني لو انت عرفت تجيب الطلب او خليت العميل يشتري منك والاعلان كلفك اقل من 29 جنيه، يبقى كده في ربح. لكن لو اكتر من 29 جنيه يبقى انت كده بتخسر على كل طلب او كل حد بيشتري من عندك منتج او خدمة. كل طلب بتخسر فيه. هو للاسف في ناس كتير بتكون شغالة وما تعرفش الحسبة ديت، او الحسبة دي مش في دماغه، او مش عارف نقطة التعادل بتاعته كام، وعمال بيصرف وبيكبر الحملات وبيزود الميزانيات بتاعته، وهو ما يعرفش ان هو بس شايف الارقام ان في ريفينيو او في دخل او في مبيعات بتتم، لكن هو ما يعرفش الحسبه بتاعته ايه، وشايف ان في مبيعات والدنيا ماشيه وخلاص، لكن لما يجي يحسبها بعد كده هيلاقي نفسه خسران. فلو رجعنا للمثال بتاعنا تاني، لو احنا كنا فاكرين ان احنا قلنا الكاستمر لايف تايم فاليو هتكون 600 جنيه، فده معناه ان انت لو خسرت في اول تعامل بينك وبين العميل 10 جنيه او 15 جنيه، فانت هتقدر تعوض وتقدر تكسب من المرات اللي هيتعامل معاك بعد كده واللي هيشتري منك فيها بعد كده. عشان كده هتلاقي الناس المحترفين واللي فاهمين بيزنس صح وفاهمين اعلانات صح هتلاقيهم مستعدين ان هم يدفعوا اكتر في اول مره لاكتساب العميل، لان هم بيبنوا قاعده عملاء كبيره وبيكون عندهم قاعده عملاء يقدروا يتعاملوا معاهم بعد كده، والمكسب بيكون من عمليات الشراء المتتاليه اللي بتتم بعد اول مره. بس طبعا لازم تاخد بالك ان احنا في المثال اللي احنا بنتكلم فيه ده ان انت لازم يكون عندك فعلا منتج جيد وبيحل مشكله عند الناس، ويكون في تجربه عميل متميزه، يكون في دعم فني كويس، وكمان لازم يكون عندك كاش فلو او عندك سيوله ان انت تتحمل الخساره المؤقته اللي في الاول دي، وبعد كده هتعوض بعدين. لان انت لو ما حسبتش الحسبه دي صح، او في نقطه من النقط دي واقعه، وبالذات النقطه بتاعه الكاش فلو، لو انت معكش سيوله ان انت تتحمل الخساره المؤقته اللي بتحصل في الاول ديت، غالبا البيزنس بتاعك هيقع بعد شهور بسيطه. فالخلاصه بتاع الفيديو ده ان انت لازم تكون عارف ارقام مهمه زي ما قلنا، زي متوسط قيمه الطلب، الافريج اوردر فاليو، قيمه العميل طول عمره، الكاستمر لايف تايم فاليو، وكمان كل التكاليف لازم تكون محسوبه بدقه، لازم تحسب كل حاجه صح عشان ما تتفاجئش بالارقام بعد كده. ولازم لازم لازم تبقى عارف نقطه التعادل بتاعتك كام، وانت مستعد تخسر كام عشان توصل للعميل ان هو يتعامل معاك اول مره. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. انا هاني دراج من شركه بيكسل واي، نراكم على خير. السلام عليكم.